السلام عليكم. قولوا لي شكون فيكم اللي ما كانتش في صغرها مبليه بلا نود، وفاش كتجي شي اغنيه كتنوض تشطح حتى هي ودير بحالهم. ايوا راه انا منكم ومشيت بعيد كاع. ما تضحكوش عليا. كان الحلم ديالي فاش نكبر نولي راقصه هنديه، وكان نلبس ساري وكرشي تبان ونبدا نتمايل. فما كنت تفكر هادشي كنبقى غير نضحك على راسي. تفكرت ايام الطفوله وكذا، وقلت علاش لا ما نحققش هاد الحلم في شي قصه، وما نساوش لمسه من الخيال ديالي طبعا. يلا خليكم معايا، وما تنساوش تدعموني بشي لايك وخليو لي تعاليقكم كي جاتكم القصه وشنو النوع اللي بغيتو نتوما. وراه اخر قصه ديال مرجانه والملتزم كانت تحت طلب وحده من البنات. المهم كانت تحت طلب واحد البنت، وصافي درتها وحتى انا كملت من راسي وبدات فيها. ويا ربي تعجبكم حيت انا براسي عشت مع بزاف ديال الاحاسيس، والله قصه زوينه. المهم دخلوا عندي ودوي معايا، راه ما كنعضش. ايوا المهم عاد البنات صيفطوا لي راه كنجاوب، وصافي الرساله وصلت. يلا خليو لي ارائكم وخليونا نبداو في قصه اليوم. وسط الضوء، وسط الموسيقى الهنديه، وسط الدخان والانفاس المتقطعه، كنت انا نرجس، البنت اللي تخلات عليها الدنيا ورباها الميتم. كنت كنرقص وكأنني في عالم تاني. في صغري تعلمت الرقص غير باش ما نحماقش. كنت كنشوف الوجوه كتضحك كتغوت وكتصور، وكل شي كيشوف الراقصة الهندية المشهورة في كازا، اللي حتى واحد ما كيعرف عليها شي حاجة حتى من سميتها. الخدمة ديالي كانت في ملهى وسط اوتيل 5 نجوم في عين الدياب، وبما انه راقي ومشهور، راقصة بحالي كتضل ديما تحت المراقبة. من شهور وانا كنحس بشي حاجة ماشي هي هاديك. كنحس بنظرات كيتبعوني وانا راجعة للدار، بعض المرات تليفونات كيصونيو من ورايا، وفاش كندور ما كنلقى حد. ولكن الليلة كنت مبدلة، ما عرفتش علاش، ولكن حاسة بشي حاجة غادي طرا. العرض سالا، الناس تفرقات، والموسيقى طفات. حيدت داك الساري الغوص اللي كنت لابسه، ولبست الحوايج اللي جيت بيهم. خرجت من الباب الخلفي كعادتي كيف ديما، دورت عيني في قاع الاتجاهات، نفس الزنقة نفس الحيطان ونفس الريحة، ولكن ماشي نفس الإحساس. كنت دايزة من واحد الزنقة خاوية، حتى سمعت شي خطوات ورايا وشي صوت غليظ كيدندن. كندور وما كنلقى والو، الضو ديال الزنقة طافي وثقيل في نص الليل بحال شي مقبرة كبيرة، وانا الميتة اللي كتحاول تهرب منها. كل شوية كنلوح عيني اللور، كنحس بشي حركة، وبصح انا ما كنتش كنكذب على راسي، كان شي حد تابعني. الدار ما كانتش بعيدة، كانت بناية قديمة 4 طوابق، وانا ساكنة في الثالث. قربت نوصل، دخلت للزنقة ديال الدار. الضو فوق الباب كان شاعل ولكن باهت، وكان كيشعل وكيطفى. كنت كنزرب في المشية حيت ما عرفاش شكون هذا اللي تابعني. طلعت بالزربة ودخلت الساروت، دورت دغيا ودخلت، سديت الباب دغيا وبقيت كنسمع. سنيت تانية، 2، 10، والو. عاد ارتاحيت، دخلت بدلت حوايجي بلا ما نشعل الضو. بطبيعة الحال انا ماشي مكلخة باش نشعل الضو شي حد تابعني. بقيت جالسة وكنفكر في هادشي اللي وقع ولا كيوقع ليا مؤخرا. وهنا سمعت شي ضربة قفزاتني، شي حاجة طاحت في البالكون. جمدت ومشيت بشوية وقربت، وبالزربة فتحت دقة وحدة وما كان حتى حد، ولكن لقيت ورقة مكمشة والداخل ديالها كاينة حجرة، والورقة مربوطة بخيط حمر. تحنيت وهزيتها، حليتها ولقيتها مكتوبة بخط اليد، ومكتوب فيها: قريب غادي ترقصي قلبي وبلا موسيقى. تخلعت وخفت لي يكون كيراقبني من شي بلاصة. دخلت بالزربة وسديت الزاج ودوزت الخامية، وسندت ظهري على الحيط وانا مخلوعة. شنو هاد الشي؟ واش شي حد مهووس بيا ولا شنو؟ ما عرفت شنو اللي كان خالعني اكثر، واش الرسالة اللي لقيتها ولا انه كان عارف الدار اللي ساكنة فيها. نرجس، راك غادا في طريق كبار منك. ولكن صافي،
تنفست ومشيت كبيت ليا كاس د الحليب من الثلاجه وجيت نكالمي راسي شويه. زربت عليكم ياك؟ اجي وجلسوا حدايا بين ما تعرفتوا عليا. وغير جي يا صاحبتي ما تخافيش، راه غادي يكون مشى. جلسي. ما غنبدا ليكم. انا بنت كازا، ما عندي حتى واحد في هاد الدنيا من غير الله. كما قلت لكم قبيله كبرت في ميتم، كما سمعتوا قبيله انا راقصه هنديه، ولكن ماشي حيتاش تزاديت في الهند ولا حيتاش واحد من والديا هندي، غير حيت الرقص كان هو المخرج الوحيد من الحيطان المسدوده اللي كبرت فيهم. انا نعاود ليكم، ملي كنت صغيره كنت كنقلد افلام بوليود المهم بحال فين ما كيبداو يشطحوا معاهم حتى انا كنوض ندير بحالهم، حتى تعلمت وكبرت بحال هكا. عندي 22 عام دابا، كنعيش بوحدي في واحد الدار صغيره، والخدمه ديالي في مالها في اوتيل كبير في عين دياب. عادي كنرقص قدام الناس، ولكن صراحه ما كيعرفونيش شكون، ما كيعرفوا حتى سميتي من غير الفريق ديالي بوحدو، وسميتو داك الرؤساء ديال الخدمه وكذا، هادو بوحدهم اللي كيعرفوا سميتي. يلا بارك عليكم رفيا النعاس دابا. مشيت تكيت وبقيت كنفكر في هاد الشخص اللي كيتبعني، شكون يكون وشنو بغى مني. بقيت كنفكر حتى داني النعاس. وصلت 12 صونا ليا التليفون وفقت. خليت بودكاست مطلوق من التليفون باش يحفز نفسيتي شويه. فتحت السراجم والبالكون وخليت الدار تهوى. اصلا الدار صغيره، عباره على كوزينه وبيت وحمام وصافي، دار على قدي. مشيت كنقاد فطوري وكنحاول نقنع راسي باللي كل شيء بخير، ولكن الليله اللي دازت والورقه اللي لقيت كانت خطوه جريئه منه، وملي دار هاد الخطوه الا وعنده شي حاجه كبر وما خصنيش نحقره. فطرت، قديت فراشي وقديت حالتي، لبست كولون كحل كيجي لاصق وتيشيرت طويل حتى هو كحل، وجمعت شعري الفوق. نوصف لكم شنو كنشوف؟ واخا انا طويله شويه، فيا 168، البشره ديالي صافيه ومايله للسمر شويه، غير شويه ماشي بزاف. الفورمه ديالي مقاده، كل حاجه في بلاصتها، حيتاش ملي خدمت دخلت لاصال وزدت قديت الفورمه اكثر. ايوا الشعر طويل وكحل، حروفي كحلين، حجبني رقاق ومقادين من عند الله. عيني حتى هما لونهم غامق وكبار وشفار طوال. بقيت كندور في البيت، كنهز هادي ونقلب على هادي، ولكن عقلي كل شويه يفكر في داك الخيط الاحمر اللي كانت مربوطه به الورقه. علاش بالضبط اللون الاحمر؟ ياك ما بغى يوصل ليا شي تهديد؟ مشيت كنقلب ياك ما يكون عنده شي معنى، وفعلا لقيت. في الصين الخيط الاحمر كيرمز عندهم للحظ او المصير، بمعنى اخر رابط المصير بين شخصين. بقيت كنقرا حتى حسيت براسي بديت كنترون عاوتاني. حطيت التليفون في الصاك وجمعت الوقفه باش نخرج. ما عنديش الوقت باش نفكر بزاف، اليوم عندي تدريب مع الفريق وفي الليل عرض جديد، وغادي يكونوا الناس والعينين والكاميرات عاوتاني، ويمكن حتى هو اللي لح ليا الورقه بين غادي يكون تما. سديت الباب وانا مستعده باش نعرف شكون هذا اللي كيلعب معايا. اصحاب لكم ما خايفاش، راني خايفه غير كنصبر في راسي. ما يمكنش نكون انا الوحيده اللي حاسه بشي حاجه كتقرب. الحاسه السادسه عندي قويه وقاله، ولا ما عرفت الدنيا هي اللي علمتني نفهم لغه الصمت. الملهى الفاخر اللي كنخدم فيه كاين في الطابق تحت ارضي. ما قلتش لكم كيفاش وليت خدامه هنا ياك؟ فاش خرجت من الميتم صونت لواحد البنت كانت معانا نيت، وهي كبر مني. قالت لي نجي عندها حيتاش ديما كندوي مع بعضياتنا واخا تفارقنا، وكنت عارفه انا قريب غادي نخرج حتى انا. كانت خدامه في هاد الملهى نيت واقترحت عليهم الفكره وهكا خدمت هنا. تميت قاصده لاصال ديال التدريب وسمعت صوت الموسيقى من برا. الفريق لقيتهم اختاروا الاغنيه وبداو كيتدربوا بين ما جيت. شافني وليد وجا عندي. نرجس مالك غادا ساهيه؟ ضحكت ليه وهزيت كتفي. لا ما كاين والو، غير ما نعستش مزيان. بدينا كنراجعوا الخطوات، الفرقه كلها محترفه،
وكل واحد عارف راسو شنو كيدير. كلنا كنشطحو ونضحكو، ونفس الوقت كنت حاسه براسي مراقبه. منين وقفنا باش نرتاحو شويه، جات عندي سميه. كي جاتكم القافيه؟ هذه وحده خدامه في الملهانيت، شداتني من دراعي وقربات عندي. نرجس، شوفي بلا ما تعيقي، راه كان واحد الراجل كيتفرج من الباب ديال الكواليس، ما دار والو، غير شاد يدي عنده وكيشوف فيك. بحال ما عرفتش، شي حاجه فيه ما عجبتنيش، شفتو ودويت معاه وما داهاش فيا. تمينا قصدي الباب بجوج وقلبي كيضرب بالخلعه. حليتو بالزربه وما لقيت حتى واحد. درت عندها وقلت واش متاكده كيتفرج فيا؟ وصفي ليا كي داير. هي قالت هو طويل وضخم، ما شفتش وجهه، كان لابس قبيه وداير القب، وما دارش عندي كاع ملي دويت معاه، بحال ما كيناش. يلا بغيت نزيد نسولها وعيطوا عليا الدراري. صافي سير حتى نتشافوا، عافاك الا شتي عاوتاني صوني ليا. رجعت نكمل تدريب وحاولت ننسى، يقدر يكون شي حد خدام هنا وما عرفاتوش. منين رجعت للتدريب كنت محتاجه جرعه ديال الضحك، وما كاينش اللي كيصوبها مزيان بحال وليد، امين، رشيد وسامي، الربعه اللي كيتشاركوا معايا في العرض وكيفوجوا عليا وسط التدريب. واخا هما في الحقيقه ماشي راقصين محترفين، الرقص عندهم غير هوايه بحالي نيت. كلهم جاو من مجالات مختلفه، وكل واحد فيهم عنده ستايل خاص. رشيد ديما كيضحك عليا فاش كنغلط ولا فاش كنختار عليهم شي حركه جديده. وليد اغلبيه هو اللي كيختار الاغنيه من غير الا كانت راشقه ليا على شي وحده. سامي هو الهادئ فينا، عينيه غير كيدورو وكلامه قليل، ولكن فاش كيهضر كيعرف شنو كيقول. اما امين هو داك النوع اللي كيعاملك بحال اختو الصغيره، ديما كيحفزني وكيشجعني. كلهم كبر مني، وسبحان الله ما عرفتش، كلهم عندهم 26 عام وجمعاتهم نفس الخدمه. بلاتي غادي يجيكم الفضول شنو كنلبس ياك؟ شوف الفيديو، غادي نحط لكم شنو كنلبس. الملهى حط ميزانيه صحيحه باش يبداو عرض جديد وكونسيبت جديد واللي هو ديالي. شراو لي بحال هادو، يمكن سميتهم ساري ولهنغا، وقال لهنغا ما عرفتش متاكداش واش لهنغا ولا هنغا، ما عرفتش اللي بغا يكون. وليزاكسيسوار ديال الهنود، ودبروا على الدراري نيت باش يكون داكشي واعر. وصراحه اكثر واحد كيعجبني هو داك الاحمر، كان حماق عليه، كنبغي كيحرك فيا شي حاجه كيحرك فيا شي حاجه. هذا بالضبط كنخليه الاغاني الخاطرين، وانا اللي اختاريت هاد الشكل حيت هادو ساهلين دغيا كنتحرك فيهم ونشطح براحتي، داكشي علاش. وصافي نرجعوا للتدريب. كنت كنضحك معاهم وكنجرب حركات جديده، الانغام الهنديه طايره في الهواء، وحتى قلبي بدا كيخف عليه الثقل. الموسيقى بدات تسرقني من الواقع. كنت في واحد اللحظه اللي ما كنفكر فيها في حتى شي حاجه، كنرقص كنحس وكنعيش وبس. وليد غوت نرجس حركي يدك هكا. ضحكت ورديت عليه داكشي ديالك ديال الراب راه ما ينفعش انا. هو قال الا درت داكشي اللي في راسي غادي نخلي حتى بوليوود يسكتوا. بقينا كنضحكوا وشادين فيه، كانوا خوت امان ودفء، وكنحسهم سند حقيقي. وصل الليل وانتم عارفين شنو كاين، قاع الضواو طافيين، فقط ضوء واحد كان عليا. في كل مره فاش كنوصل لهاد اللحظه كنحس براسي نجمه، كما كنت كنحلم في صغري وانا كنقلد الافلام. كان خاصني ننسى الرساله وننسى الخوف ونرقص. وباش ترقصي خاصك تنساي راسك، وهادشي اللي درت. الانغام بداو كيطلعوا وانا تقدمت للقدام والاضواء شعلوا. عيني داروا على القاعه وانا كنضحك ليهم كيف كل مره باش نتاكد من الوجوه اللي دايره بيا. وكيف ديما اغلبيتهم رجال والبنات قلال. عيني مشات نيشان للزاويه اللي الضوء فيها ناقص. كان راجل جالس بوحدو، ما كيشرب لا ويسكي لا عصير، يديه مجموعين وكيشوف، فقط كيشوف. ماشي بوحدو اللي جالس وساكت، ولكن هو بالضبط جاني في شكل، ولا يمكن راه جذبني.
ملامحو كانت حادة، لحيته خفيفة، وكنحس بالغموض داير بيه. ما كانش كيضحك ابدا، وهذا الشيء اللي كيعجبني. ماشي راجل غير كيفرنس وحال فمو لاي وحده. كملت الرقصه والدراري مورايا كيف ما اتفقنا على الحركات، وخا هكاك ما كنتش واخده راحتي. كل ثانيه كدوز كنت كنحس بيه بحال كيحللني، بحال شي صياد، او يمكن بحال راجل عارف شنو باغي، وانا كنحاول نخبي الارتباك بابتسامه عريضه. منين سالينا مشيت للكواليس، شربت شويه الماء وقربت من فارس المسؤول على التنظيم، وقلت ليه: قول لي، شكون داك الراجل اللي كان جالس بوحده في القنت؟ مشتوش من قبل؟ حك راسو وقال: او ما عنديش عليه معلومات. جا وعطاني الفلوس، قالك بغا يبقى بوحدو ما يبرسطو حد، شي راه كاريزما وما كيضحكش. ياك من قالك شي حاجه؟ لا، غير بان ليا وجهو ماشي غريب، داكشي اللي سولت. صافي غيرتهم ومشيت بدلت حوايجي. جيت باغا نخرج وتمو الدراري قاصديني باش يوصلوني. هزيت يدي وقلت: لا الدراري شكرا، بغيت نمشي لراسي، راكم عارفيني كنبغي نمشي بوحدي الا كنت عيانه. رشيد قال: مالك كيما مريضه؟ لا غير عيانه، ما نعستش مزيان البارح، داكشي علاش. بقيت غادا على رجلي، اصلا الدار كانت قريبه، غير شي 8 دقائق صافي. طلعت للدار، ما كنتش باغي نشعل الضو في الدروج، ولكن ملي وصلت للباب قلبي كان غادي يخرج من بلاصتو. كانت وردة حمراء طويلة ومربوطة بخيط كحل، وورقة صغيرة مكتوبة فيها: نفسي، باش نحس انك باقة حية. ما كان فيها لا اسم لا توقيع لا حتى شي حاجة، غير هاد الجملة. وقفت قدام الباب، ما دخلت لا الورقة لا الوردة. رجعت خطوة ومشيت لواحد الفاز حدا الباب. كنت دايرة واحد الطاجرة عالية حدا الباب، وحاطة فوقها فاز وفيه ورد اصطناعي، وهاد الفاز فيه كاميرا صغيرة ما كتبانش. قربت منه وخرجت البطاقة الصغيرة. الا شي حد قرر يخليني الهدف ديالو، خاصو يعرف انني حتى انا مسهلاش. دخلت ومباشرة خدمت الكارت في البيسي، ولكن الصدمة كانت ملي شاهدت الفيديو. الساعة كانت 2:15 ديال الليل، الصورة واضحة، الباب، الضوء ديال الدروج، وتواني حتى بان واحد الظل. كان راجل طويل كيدخل الاطار ديال الكاميرا، داخل عادي ومرتاح، حط الوردة وربطها بداك الخيط الكحل. انا كنت مخلوعة من الهيئة ديالو، كيشبه لنفس الراجل اللي وصفات لي سمية الصباح، وحتى هذا لابس قبية ودار القب على راسو. جبت الورقة، كتب فيها شي حاجة، نفس الجملة اللي قريتها: تنفسي باش نحس انك باقا حية. كنت باغا نزيد الفيديو لقدام، ولكن فجأة وقف. جا لجهة الكاميرا وتقابل معاها، مشاش فيها مباشرة، ولكن هز راسو شوية حتى بان نص وجهه، وابتسم ابتسامة اللي خلاتني كل اللي كنت ترعد بالخلعة. هذا كيفاش عرف بلي عندي كاميرا ومع ذلك خلاها تصوره؟ يعني هو اصلا باغي نحس بوجوده. عاودت الفيديو، وهاد المرة ما بقيتش غير كنتفرج، حليت عيني مزيان وبديت نحلل في التفاصيل بحال البوليس. ضروري غادي ينسى شي حاجة. وقف قدام الباب، حط الوردة ودار الورقة، ولكن قبل ما يتحرك يدو بانت وشم مرسوم في يدو اليمنى. ما دارش كاع مجهود باش يخبي يدو، هو اصلا كان مطلع لكم، يعني هو اللي باغي نشوف الوشم. هادشي اللي صورت الكاميرا انا متاكده كان مشهد محسوب بكل دقه منه. خديت سكرين شوت، كبرت الصوره وصيفطتها لتليفوني، وبقيت كنحاول نعقل على داك الوشم. سمعت الحس في البالكون عاوتاني، وقفت ومشيت بشويه، خديت الموس وحيدت الصندالة باش ما نديرش الحس. قربت وفتحت الخامية وما كان حد، غير الظلام والريح. رجعت نتمشى في الدار وقلبي غادي يخرج من بلاصتو. بقيت غادا جايه وكنفكر واش من ابتسامه والرساله اللي خلى هادشي كامل كيبين ليا بلي في الغالب قريب غادي يبان قدامي، وانا خاصني نرد البال. خديت ديك الورده، الورقه والكاميرا، وحطيت كل شي فوق الطبله. ما بقى عندها نفع ملي هو عارفها.
ولكن مازال ما فهمتش كيفاش عرف بلي عندي كاميرا وانا ما قايلها لحد. ومن الفوق راه صغيره بزاف البنات، راه صغيره بزاف، راه ما تبانش لك. مشيت دوشت، لبست بيجامتي وحطيت راسي على المخده، وانا كنقول في خاطري شكون غادي يهتم بيا لهاد الدرجه؟ يمكن شي فنان مجنون ولا معجب سايكو. تخيلي كنت تيتيز ديال قبيله. لا لا مستحيل، اصلا هذاك اول مره نشوفه. هاد خونا اللي كيلعب معايا اغلبيه غادي نكون كنعرفو. غمضت عيني وبديت كنغرق في النعاس. الصباح جا وما كنتش باغاه يجي. غسلت وجهي وسناني وبديت كنمشط شعري. كتبت اسم اغنيه رشقات لي عليها ودخلت كنقلب في الرقصات اللي تداروا عليها باش نختار شي وحده ونديروها هاد الليله. درت روتيني اليومي، جمعت الدار، فطرت، ارتحيت وخرجت. لقيت وليد ورشيد كيصوبوا القهوه، امين كيسخن يديه حيت كيشطحوا بهم كتر، سامي ساكت كيف ديما وكيشوف في المرايه. انا دخلت ضحكه وقلت ليهم شتكم اليوم ما بديتوش قبل مني؟ شنو واقع؟ سامي جاوبني البارح قلتي باغا تمشاي باش ترتاحي، وملي قلتيها يعني شي حاجه مبرصطاك، اذا غادي تبغي تشطحي على ذوقك. نقص امين وقال المعادله سهله. بقيت كنشوف فيهم وكنضحك. وليتو كتعرفوني. بقينا كنضحكوا مع بعضياتنا ومشينا كنتدربوا على الرقصه اللي اختاريت. وسط التدريب جا فارس وقال نرجس، هاد الاسبوع خاصنا نزيدو اداء جديد في ليله النخبه، والاداره اقترحاتك تكوني وجه الحفله. جاوبي بعد التدريب واش انتي موافقه ولا لا باش نعرف واش نزيدك حتى انتي. انا هزيت راسي وقلت ليه غير سير، انا موافقه، اصلا ما كاين ما يدار. شاف فيا وجبد شي وراق وهاكي وقعي، وحده خديها والثانيه تبقى عندي. خديت الورقه وقريتها، بانت لي على الموافقه الانضمام. صافي وقعتهم بجوج دغيا ورجعت نكمل التدريب. في الليل كان الحفل كبير، الاضواء كتدور والناس كتصفق والموسيقى الهنديه كتخبط وسط القلوب، وانا كنرقص بحركات مثيره. ولكن اليوم كانت فيهم شي حاجه زايده، بحال الا شي عيون كتدفعني باش نزيد نتحرك. وعرفت انه هو رجع اليوم في نفس القنت، كان جالس، نفس الشخص اللي جذبني من اول نظره، نفس الملامح الغامضه، نفس النظره الصلبه. ما كيفرح ما كيتفاعل، غير كيشوف. سال العرض ودخلت للكواليس والدراري فرحانين. غدا الويكاند واليوم بنادم كتير والخلصة طالعة. رشيد جا وعطانا قرعة الماء وقال وقتلتيهم الليلة. جاوبت وانا كنمسح العرق من جبيني. وعيت والله، عرفتي درت مجهود كبير وما فيه اللي تحرك مازال. مشيت بدلت تودعت معاهم وخرجت وخليتهم وشديت طاكسي هاد المرة حيت ما قديتش نتمشى. وصلت قدام العمارة وكنت غادا نطلع حتى صونا لي التليفون، كان رقم خاص ما طلعش لي النمرة. جاوبت وانا موسوسة الو نرجس. ما كنتش ناوي نعيط اليوم، ولكن رقصك ما قديتش نصبر مازال. انا غير بغيت نسمع صوتك باش نأكد لنفسي انك من لحم ودم وماشي غير حلم. صوته كان غريب، ما قدرتش نخرج حتى كلمة، وانا كنت واقفة قدام العمارة، واقفة والساروت في يدي ما بين طلوع للدار وبين صوت رجولي. سمعته كيتنفس وانا سكت، ومن بعد قلت وعلاش خاصك تأكد انني ماشي حلم؟ بزاف ديال الناس كيشوفوني في الضوء وكيبغيوني نكون في خيالهم ماشي في حياتهم. سكت ثانية ومن بعد قال حيتاش اللي بحالك مكيتفلتوش من اليد اللي طاحوا فيها. ضحكت شوية وضحكتي كانت مقصودة. يد؟ واش كتقصد اليد اللي كتشد الورد ولا اليد اللي فيها الوشم ديال اللوتس محروقة؟ لحظة صمت وانا كنت عارفة راسي رميت الطعم، وباش تعرفي ردة الفعل خاصك تكوني هادئة بحال الصياد. جاوبني وصوته باقي بارد غير ارتاحي، كل الحركة مني كانت محسوبة. رديت عليه
إذا شنو؟ واش أنا غير ضحية في السيناريو ديالك؟ هو اللي قال بما أنني داوي معاك وبينت لك راسي، فالحاجة الوحيدة اللي غادي نقول هي وجدي راسك ليا. قريب غادي تكوني في فراشة الزوينة. حلمتي بزاف وتيقتي راسك. ما تنساش الحكاية ماشي ديالك بوحدك، حتى انا كاينه، حتى انا كنقلب وغدا نعرف شكون انت قبل ما تقول لي علاش جيتي. سكتنا بجوج ومن بعد قال واخا حبيبه سيري تنعسي، غدا غادي تبدا اللعبه، وهذه اول قاعده خاصك تحفظيها. انا اللي كنتحكم ماشي انتي. طوط 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 طوط. دخلت للدار وسديت الباب ب3 القفول وبديت كنقلب في المراية على ملامحي، كنحاول نقرا في عيوني الخوف. ما في يدي ما ندير قدام مجهول، هو عارفني وانا ما عارفاش، غير كنصطنع القوة، غير كنتقلب في بلاصتي. حتى 5 الصباح عداتني عيني، صونا ليا التليفون مع الجوج. فوق الدغيا لبست فطرت وخرجت، حطيت الكيت في ودني غير كتمهيد، ما كنت كنسمع لوالو. كنت غاده ومعوله اليوم غادي ينفذ التهديد ديالو وغادي يدير شي حاجه. انا متاكده ما قالش ديك الهضره غير هكاك. وصلت للملهى، كل واحد وشنو كيدير كيف ديما. دخلت ووقفت قدامهم وقلت هلو بويز، شنو غنديروا اليوم؟ رشيد جا عندي وقال اش بالك نديروا اليوم شطح ديال البنجاب، ارا ما نقزو. فكرت وقلت ليه فكره مزيانه، الهندي اللي كنديرو مخلط مع البنجاب مزيان. وصل الليل وبدا العرض كيف ديما، كنت كنشطح حتى حسيت بنفس الاحساس وعرفت باللي نفس الشخص جا عاوتاني اليوم. ما عرفت شنو كيدير فيا دخونه، كنحس بوجوده قبل حتى ما نشوفه. وفعلا هزيت عيني في نفس البلاصه وشفتو كعادته، عينيه عليا وما كيدير حتى رياكشن بوجهه. فاش ساليت العرض شفت في بلاصتو وما لقيتوش، استغربت علاش مشى وما بقاش حتى الاخر كيف ديما. دخلت بدلت وجمعت حوايجي ودعت الفريق بحال كل مره. تميت خارجه وتفكرت عاوتاني داك المهووس. كنت غاده حتى رفعت عيني وشفتو واقف ومتكي على الطوموبيل، كان لابس كحل في كحل، القميجه والسروال وحتى الكرافات، واقف ومتكي على الطوموبيل وخاشي يدو في جيبو. ما تقدمش وما دار حتى اشاره، غير كان كيتسنى. شاف فيا وقال كنت كنتسناك. شديت في ساقي من التوتر. الصراحه فاجأتيني، ما كنتش متوقع نلقاك هنا. ابتسم وقال وانا ما بقى عندي صبر نشوفك غير من بعيد. ديك الساعه جاتني لحظه ادراك وجمعت الضحكه. كان كيدوي بنفس طريقه داك المووس. وقفت قدامه وبنفس برودي اللي كنت كنحاول نحافظ عليه قلت ليه كنعتذر ولكن ما كنبغيش علاقات مع الكليان. هو ما جاوبش دغيا، قرب شويه ووقف على بعد متر ورجع لي شعر اللور. للاسف بغيت نكتم الرغبه، ولكن بعض الامور كتفرض راسها. كنت كنحاول نتحكم في تعابير وجهي، ولكن عقلي بدا كيستوعب اكثر. الصوت والطريقه والرزانه بحال صوت المكالمه، ولكن اللي خلاني نتاكد كان داك الوشم. مع هز يدو باش يقيس شعري بان لي جزء من نفس الوشم تحت القميجه. قلبي بدا كيضرب بالخلعه، وحاجه وحده كنت كنفكر فيها، خاصني نبعد دابا وبلا ما نعيق. قلت ليه وانا كنحاول نبدل الموضوع جوزوين ياك. هو ابتسم وبقى ساهي فيا وقال زوينه بزاف. بلا طريقي وبديت كنرجع خطوه ورا خطوه، ونفس الوقت كنحس بالمسافه للباب، كنحاول نوصل قبل ما تفضحني ملامحي. حتى قربت للباب قدم خطوه عندي وقال فين ناويه تمشي؟ مازال ما سالينا الهضره ومازال ما سمعتي اللي عندي. يلا كنت نلوح ليه شي هضره باش نهرب، حتى سمعت واحد الصوت من ورايا. نرجس، صوت سامي
من وراه جا وليد رشيد وامين، جاو في التوقيت المناسب. دورت راسي ليهم وابتسمت ورجعت شفت فيه. شكرا حيت حضرتي العرض ديال اخويا، يلا نخليك عيان شويه. مسلام اخويا. كنت طايره من الفرحه حيت عتقوني منه. وليد قرب وهو كيخنزر فيه. زيد نوصلوك، بلي اليوم بنادم حاط عليك العينه. تبعت الدراري بالزربه، وقبل ما نطلع للطوموبيل درت شفت فيه ولقيتو متبع لي العين. الطريق كامل والدراري كيهضروا ويضحكوا وانا غير ساكته كنفكر في الصوت وفي ديك الهضره الغريبه ديالو. وليد قال: نرجس مالك ساكته؟ وخا عشينا قبيله، اول مره نشوفك واقفه مع شي حد في داك الوقت. جاوبت وانا كنبتسم: ما تخافش عليا، اختك بخير. انا ما عرفتوش، خرجت ولقيتو كيتسناني. وليد وصلني حتى للزنقه، شكرتهم وهبطت. وقبل ما يتحركوا سامي قال: ردي لبر راسك. حركت ليه راسي ومشاو. قربات 3:30، كلشي ناعس. كنت حدا الدار بقات لي غير شي 5 متر وصاف. بديت كنتمشى دغيا، بغيت غير الناس. حتى صونا ليا التليفون، رقم خاص عاوتاني. جاوبت وبلا سلام وبلا مقدمات، نفس الصوت قال: الدرب عندكم زوين، وشحال صغار هاد المسافة اللي بيني وبينك، ما تبقايش تزربي في المشية، بشوية عليك حبيبة، في قاع الحالات انا حداك. ما حسيتش براسي حتى بديت كنجري، ما عرفت لا فين كاين ولا منين كيشوفني. المهم هو ندخل للدار، وصلت للباب ويدي كترعد. دخلت الساروج وتعكس ليا، حسيت بالسخفة بقوة الخلعة. رجعت كنحاول ودموعي بداو كيهبطوا. بقيت مضاربة مع الباب حتى تفتح ودخلت. هادشي كامل طرف ثواني، ولكن عندي كان الوقت طويل وكل ثانية تقدر تساوي حياتي. سديت الباب وسندت ظهري على الحيط وتحت الأرض كنبكي. بقيت كنحمد الله غير ملي وصلت بخير. جلست شوية حتى تهدنت، مسحت دموعي ووقفت قاصدة البيت. ولكن مع الخطوة الثالثة حسيت بشي برد مورا ظهري. تجمدت في بلاصتي. دارت يد قوية وسدات فمي بشي شرويطة. بقيت كنغوت وغير ما كيزيد يسد ليا نيفي وفمي. بدات الظلمة كتكبر قدامي، والحاجة الوحيدة اللي سمعت هي: أنا ماشي خوك. كنت كنسمع صوت النبض في ودني، ومن بعد صوت نفس منتظم، وبعدو ريحة غريبة، ريحة عطر معمرني شميتو. حاولت نفتح عيني، ولكن عيني كانت تقال، وبصعوبة فقت. كنت في سرير، غرفة بيضة وفخمة، كانت البيت مضوية. تحسست راسي وانا مخلوعة، ولقيتني مازال في حوايجي. بديت كنقول في راسي: فين انا؟ وشحال داز ديال الوقت؟ وشكون جابني لهنا؟ رغم ان الجواب كان باين، هو هو اللي دخل للدار وخداني وداب حبسني. ولكن علاش؟ شنو باغي؟ سمعت الخطوات ثقيلة ومحسوبة. الباب تفتح ودخل نفس الشخص اللي تسناني، نفس العينين، نفس الهدوء والكاريزما. وقف حدا الباب وشافني مازال على السرير وكنرجع للور. ابتسم وقال: صباح الخير. باش نقص عليك الطريق مستحيل تهربي من هاد البلاصة، كوني مؤدبة وسمعي الهضرة. ما جاوبتوش. كنت كنحاول نقراه وكنفكر واش نحاول نكون ذكية ولا نوريه الخوف، ولا غير نسكت ونتسنى. هو زاد خطوة لداخل وقال: قبل ما تسولي غادي نجاوبك. خطفتك، حابسك. ما تخافيش مني، ما غاديش نأذيك. انا غير راجل عيا من الفراجة وبغى القصة تبدا. قال هاد الشي وخرج وسد عليا الباب. قربت لداكشي اللي جاب معاه ولقيته جايب لي من ناكل. كليت حيت كان فيا الجوع. من قبل العرض ما كليت والو، ودابا من الشمس اللي طالعه غتكون شي الجوج وقيله. وصلت العشيه وانا غير كنفكر في شي حل. الغوات والخوف ولا حتى نشد معاه الضد، هادشي ما غادي ينفعني بوالو.
ما عندي حد في الدنيا، يعني حتى واحد ما غادي يعتقني ولا يتفكرني كاع، من غير الدراري اللي بقاو كيقلبوا عليا. ولكن باش يعرفوني هنا وانا ما لقيتش تليفوني، تفو باين نبقى في الدار. بقيت كنقلب في الغرفة، كل سنتيمتر، كل زاوية، كنت كنعبر الحيط بعيني. وها هي البالكون، كاع ما لاحظتو في الاول. كنت متوقعة نلقى سرجم ورا الخامية، ساعة لقيت باب واسع ومنزاج. كاين احتمال. فتحتو وضربني البرد في وجهي. طليت. الدار بعيدة على الديور، ودار بين الشجر من برا، يمكن هادي غابة. شفت لتحت وبانت لي جردة، وكاين حيط طويل داير بالدار. ولكن المشكل فين؟ انني كنت في الطابق الثاني. رجعت للداخل وبقيت كنشوف شنو نقدر ندير. بانوا لي بلاكارات ومجورة، قلبتهم كاملين وما لقيت حتى شرويطة. دورت عيني ولقيت الحل. بقيت كندفع السرير بصعوبة، كندفعو للبالكون. كنت خايفة من هادشي اللي غندير، ولكن كنفضل نموت وانا كنحاول، ولا نبقى نتفرج حتى يدير فيا ما بغا. بقيت مقاتلة معاه، كندفع ونخرج القناة حتى خرجته كامل. دفعته دفعة وحدة وطيحته. دار صوت قوي وخلعني. خفت يجي قبل ما نهرب. شديت في الحافة ونقصت. الهبطة كانت بحال الموت البطيء، موت بطيء في ثانية. الهوا ضرب وجهي والرعب شدني من عظامي وطحت. السرير كال عليا الضربة، ولكن رجلي تلوات. الألم اللي حسيت بيه ما يمكنش. ضربنا الضو في رجلي. بقيت كنجر راسي بصعوبة وكنحاول نوقف، والدوخة شداني من شدة الألم. ورغم ذلك بقيت كنزحف. كنت حابسة راسي باش ما نغوتش والدموع كيسيلوا. كنت كنتقاتل باش نلقى الباب، حيت من البلاصة اللي بانت ليا من الفوق افترضت بلي المنظر كيشوف اللور ديال الدار. سمعت خطوات كثيرة كتقرب. بغيت نكمل، بغيت نهرب، ولكن لقيت راسي محاصرة. واحد شدني من كتافي. فين كنتي غادة؟ ما كانش خاصك تخرجي. وحط يديه على ظهري باش يرجعني. وهنا بدا الغوات. الصوت جاي من جهة الفيلا معصب. ما تقيسوهاش، تا واحد ما يقيسها، سيروا لداخل دابا. لي كارد تخلعوا. واحد فيهم قال: اسمح لي نابوس، ما كناش عارفين بلي عطيتي الاوامر. هو تمقاصدني وكان وجهه هايج بحال شي بركان. شدني من يدي وانا كنحاول نبعد ومخلوعه منه. كنضرب ونغوت: بعد مني، بعد مني، ما تقيسنيش، خليني نمشي عافاك، خليني نمشي. ولكن ما سمعش. هزني من كتافه وقال: ماشي وقت الهروب دابا، مازال ما شرحتش ليك. دخلني الفيلا، كل شي ساكت، وانا كنغوت وكنضربو لظهرو: الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين، عافاك، خليني نمشي، خليني نمشي، بغيت نمشي، نعطيك اللي بغيتي، نعطيك اللي بغيتي، غير ما تأذينيش. ولكن هو ما جاوبش، كان غير شهدني بحال شي واحد خايف يفقد شي حاجة وخايف حتى يعطيها الحرية. داني لغرفة أخرى، حطني على الفراش وجلس حدايا. تضربتي في رجليك، ماشي انتي اللي خاصك تعاقبي، انا اللي غلطت. قرب وبدا يحلي الصبر ديالي بشويه، وانا غير كنشوف فيه وكنبكي. تخلعت ملي غوت عليهم، وملي شفت وجهه هو معصب. كان كيشوف فيا وانا كنشد رجلي اللي حمارت وبدات كتنفخ. شكون عطاك الحق؟ شكون عطاك الحق تحرمني من حياتي؟ شنو درت ليك؟ انا اصلا ما كنعرفكش. ما تبقايش تبكي، كتعذبيني معاك. ملي كتكون الحاجه ديالك كتحميها حتى من راسك. ضحكت بمرارة. أنا حاجة. قرب مني وشد دراعي بقوة وعينيه حمرين وقال: لا، انتي الحاجة الوحيدة اللي ما قدرتش نتحكم فيها، وهذا الشي كيقتلني. حاولت نبعد، نهرب ونضربه، ولكن شدني بقوة وقال هو مقربني في وجهي: ماشي أنا اللي اختاريت نخطفك، انتي اللي اختاريتي تدخلي لحياتي. من أول رقصة حطيتي يدك وسط ناري. واش انتي نورمال؟
راقصة في ملهى وسط مدينة، وكترقص بديك الطريقة اللي أنا وكتشعل فيا النار. ما جاوبتوش، بقيت غير كنبكي. سكت وبقى كيشوف فيا، وكانت باينة فيه غادي ينفجر. وفعلا ضرب بيديه الحيط وخرج. كنت مخلوعة حيت بديت كنفهم خطورة اللعبة. اليوم كامل ما دخل ليا لا ماء لا خبز، كاع ما رجع عندي مازال، وجسدي بدا كيعترف بالهزيمة. ولكن انا لا، كنت كنحاول نوقف، ولكن الالم كان قوي. سمعت الباب تفتح، دخل وما قال والو. يديه كانوا خاويين في الاول، غير كيشوف فيا وصافي. وانا بقيت كنحاول نجلس بلا صوت، نخلي ظهري مستقيم وكأنني ما محتاجة والو. مشى ورجع بعد دقيقة، وكان جار معاه طبلة صغيرة. قرب حدايا وقال كولي. ما جاوبتوش، ما زدت ما نقصت. كنت غير كنحاول نشوف فيه. كنحاول حيت عينيه كانت فيهم واحد النظرة حادة كانت كتخلعني. ابتسم بسخرية وقال كولي وهنينا، ديري فيها عزة نفسي. لا لا، انا اللي بغيتك تبقاي واقفة باش ما تموتيش بالزربة. يلا كولي. حسيت بالغصة، الجوع والكبرياء والعنف كلهم تجمعوا عليا، ولكن بقيت ساكتة وكنشوف بعيد. قرب الكرسي وجلس، وقال هو كيدير الفرشاط في ليباط الا ما كليتيش غادي نوكلك بيدي. وباش نكون واضح، هنا ما عندكش قرار، انا اللي كنقرر حتى في الجوع ديالك. قال هاد الهضره وبقى كيشوف فيا بنظره تحدي. وحتى انا قدرت نركز في عينيه. بجوجنا كنشوفو في بعضياتنا، واستوعبت حاجه وحده، انني خاصني نخاف حتى من قلبي. كيف ما عجبني في الاول، نقدر نبغيه حتى دابا. بقيت كنحاول نقرا عينيه، وعرفت بلي الوقت جا باش نلعب الدور الجديد. المستمعة الفضولية اللي باغا تعرف شكون خطفها وعلاش. شربت جغمة من الماء باش يحس بلي كنسمع ليه، وشفت فيه وبدلت نبرة صوتي. ديما كتدخل وكتخرج، ما قلت ليا لا سميتك لعلاش انا بالضبط. ميل راسو وبقى مركز في عيني. سميتي ما غادي تفيدك بوالو. دورت وجهي وقلت باين سميتك كتخلع بحالك. هو دار شاف فيا مخنزر، ولكن ما تكلمش، بقى غير كيشوف فيا. انا كنت باغا نخليه يهضر حتى لو جملة مفيدة. قلت ليه عارف شنو المشكل في هاد الشي كامل؟ ماشي الجوع، وماشي حيتاش حبستيني، ولكن الفراغ. ما كنتش باغا نعرف شكون انت، ولكن دابا محتاجة. خاصني نربطك بشي حكاية اولا لا، باش نعرف حتى انا شحال غادي نعيش انا، وشنو الطريقة اللي غادي تقتلني بها. ما غاديش نقتلك، سميتي ماشي مهمة، ولكن الا كان ضروري عيط لي بعاصي. قلت ليه وانا كنجرب الخطوة الجاية. عاصي، هذه اول مرة كتعطيني شي حاجة. صراحة طيابك زوين، شكرا، ولكن دابا بقى غير باقي الحكاية ونكون ساليت الرواية. هو وقف وشاف فيا وقال الرواية ديالك؟ لا، كتبتي سطر واحد، يلا غيريها، الشي الاخر انا اللي غادي نكتبو. وسد الباب وخلاني. تفهم ما صدقاتش. بقيت كنشوف في ديك المكان اللي جاب. كليت ورجعت للور تكيت، رجلي عاطياني الصداع، خاطفنا وما قدر حتى يجيب لي الدواء. تكيت وبقيت كنخمم شنو ندير، وبقوة الملل نعست. ما كان عندي لا تليفون لا حتى تلفازة في ديك البلاصة. نهار جديد واحداث جديدة. فقت على صوت الدقان خفيف، وهاد المرة ماشي هو، كان صوت رقيق. سلام، انا الطبيبة، جيت نشوف رجليك. دخلت مرة شابة كانت لابسة الابيض. انا غير استوعبت ما ضيعتش الفرصة. قلت ليها وانا كنحاول نجلس عفاك انا مخطوفة، بغيتك تعاونيني، ما قدرش نبقى انا. عفاك عيطي على البوليس ولا شوفي شنو ديري. بقات كتشوف فيا، ولكن قبل ما تحل فمها سمعنا صوته، صوت عاصي
قال هو داخل: ما غاديش تعتقك، حتى هي خدامة عندي، غير ولفي حياتك جديدة، ما عندك فين تهربي. طبيبة نزلات عينيها وهو قرب مني، تحنى عندي وقال: في كل مرة كتقوليها لشي حد كتخسري نقطة، فكري مزيان نرجس. قلبت وجهي وما بغيتش نشوف فيه، بقيت غير كنشوف في الطبيبة وهي كتفحص رجلي، ومن شوفاتها ليا بحال كتقول سمحي ليا، ما عندي ما ندير قدامه. دارت ليا ماساج وعطاتو ورقة ديال الدواء وخرجات، وهو بقى معايا كان جالس وكيشوف فيا، حتى قال: الفرقة ديالك راه كتوجد العرض جديد وبلا بيك، دبرت ليهم على راقصة جديدة في بلاصتك. كنت غير ساكت وكنشوف بعيد وكنحاول نتحكم في أعصابي. عاود قال: أنا اللي منعتك ترجعي، من اليوم ما بقاتش الراقصة نرجس، إلا بغيتي تبقاي عايشة غادي تبقاي هنا حدايا. شفت فيه والبكي واحلة ليا في حلقي. بغيتيني نبقى شنو؟ على أي أساس غادي نبقى هنا؟ أنا أصلا ما كنعرفكش وخطفتيني، شنو نبقى نشوف فيك وتشوف فيا؟ جاوبني ببرود قاتل: لا، بغيتك تكوني ديالي، والحاجة اللي كتعجبني ما كنخليهاش برا. ومن بعد وقف وقصد الباب: ما تنساش، كيف ما قدرت نخطفك من قلب دارك غادي نجبدك فين ما كنتي، بلا ما تحاولي تهربي. هاد الشي اللي قدرتي بعدا. خرج وخلاني وبقيت في داك البيت انا ونفسي. جلست كنراجع في ملامحه، في كل مرة كيتقرب فيها كيفاش كيشوف فيا، كيفاش كيتجنب يلمسني، وكأنه كيحاول ما يبينش مشاعره. تفكرت باللي يمكن هو مهووس بيا، اذا ما غاديش يبغي يأذيني. وهنا تبدلت اللعبة. اول خطوة هي نبين راسي مهتمة بيه. في العشية جاب لي كتاب وحطه بلا ما يقول حتى كلمة. ما عرفتش لاش باغي يوصل. كيدخل كيجلس وكيبقى يشوف فيا. شديت الكتاب قدامه وبقيت كنقرا، وبعد دقائق قلت: اول مرة شي حد يعطيني شي حاجة وما يطلب حتى مقابل. هو كان جالس وما هدرش، ولكن باين فيه متفاجئ. سديت الكتاب وقلت ليه: دابا انت جبتيني، خليني نسولك واحد السؤال. هز فيا عينيه وكملت: علاش انا بالضبط؟ الملهى عامر بالدريات، كاينين زوينات عليا، شنو المميز فيا؟ ما عرفتش، انا ما فهمتش شنو درتي فيا. حركتي فيا شي حاجه في شكل. سولت وانا كنحاول نقرب اكثر: شنو؟ عينيك. توترت ورجعت هزيت الكتاب وغطيت بيه وجهي. طليت عليه لقيته مازال كيشوف فيا شويه وهو ينوض كيضحك وخرج. شتو شنو قلت لكم؟ راه خاصني نخاف من قلبي هو الاول. تفو، انا غير كنشوف شي مهيب كندوب في بلاصتي. في الليل جاب لي العشاء وعاود تاني مشى وقف حدا السرجم. وقفت ومشيت حداه. عاصي، عارف شنو الفرق بين الحيطان والقفص؟ جاوب لما يشوف فيا: القفص عنده باب. بالضبط، وانت كل نهار كتحل الباب وكتخاف وما كتخلينيش نخرج. ضرب شويه وجا حتى وقف قريب مني. ما كنخافش، انا كنختار الوقت. سولت وانا كنحط صبعي في صدره: وحتى القلب حتى هو تحت امرك؟ شاف فيا وقال: خساره، هذه الحاجه الوحيده اللي ما قدرتش نتحكم فيها معاك. بعدت وجهي باش نهرب من التوتر، ولكن هو شدني من عنقي ولصقني مع الحيط. قرب وجهه وهمس ليا: ديري في بالك، انا ما كنت ملككش، انا كنحميك من راسك. في هذيك اللحظه عرفت باللي هو خطر من اللي كنت كنظن. عاصم ماشي فقط مهووس، هو باغي يسيطر عليا. شويه تراجع وخرج من الغرفه وخلاني دايخه من قربه. حليت الباب وتبعته.
حتى وصلت للدروج. الدار كبيرة ومكاين حتى حس، يمكن هو عايش بوحدو. هبطت حفيانة ولقيتو جالس في الصالون خدام. رفع عينيه وشافني وسكت بلا ما يقول حتى كلمة. قربت وجلست قدامه، جمعت شجاعتي وقلت ليه: بغيت نعرفك، خربقتيني، ما عرفتك زوين ولا خايب، عاود لي عليك. عينيه تحركوا شوية وقال: ما عندك ما تعرفي. شوف، انا نسبق، ولكن حتى انت تقول لي. كبرت في ميتم في كازا، كنت كنرقص باش ننسى اي حاجه ضراني. كان كيبقى فيا الحال فاش كنشوف البنات كيجيو عائلات وكيتبناوهم وانا لا. وفي الاخر كاع صحاباتي مشاو وبقيت منعزله بوحدي، انا والرقص. يلا قول لي، نوبتك دابا. بقى شحال وهو ساكت وكيشوف فيا حتى فقدت الامل باش يدوي وجاوبني اخيرا: انا تولدت بين الدياب، ولقيت راسي كنكبر وسط رجال كيستعملوا الدم في بلاصة الكلمات. ما كانش عندي الوقت باش نكون ولد زوين، ما كانش عندي الوقت باش نبكي، ولكن كان عندي وقت ننتقم. ومن داك النهار وانا كنبني الامبراطورية ديالي على الصمت وعلى الطاعة والكوابيس. ولكن وسط الكل لقيت وحدة، باللي شفتها اول مرة ما بغاش عقلي ينساها. دار عندي وشاف فيا، لقيت كنتي. بقينا ساكتين، وفي داك السكوت كانت اعترافات، كانت هدنة، وكانت بداية جديدة. صونا ليه التليفون وناضو خلاني، وانا بقيت جالسة ومتبعة ليه العين. حطيت يدي على قلبي: مشي وقتك الضربة الزمر، مشي وقتك. من بعد ساعات هو دخل عليا البيت وبشكل مفاجئ قال: يلا نخرجوا. علاش؟ ياك ما باغا ديني لشي بلاصة وتقتلني؟ شوف، رانا ظريفة والله، اخليني هنا والله ما نبرزطك مازال. شش، غادي نديك تشري حوايج ما تلبسي. فكرت واختاريت اللعب لعبته، واخا، ولكن نختارو بجوج، ماشي انت اللي تختار ليا بوحدك. نضحك وقال: نختارو بجوج، ولكن غادي تلبسي اللي بغيتي. خرجنا وركبنا في طوموبيل كحلة ومعنا السائق. بعد دوك المقدرين قاع ما جاو معانا، وصلنا للمول، دخلنا المحل ديال الملابس النسائية، وجاو الموظفين كيرحبوا بعاصي بحال شي في اي بي معروف. قال ليهم عطيوها اي حاجة بغات وما تنساوش حتى الكحل. وانا مشيت وسط الرفوف وتابع ديك الموظفة، وعيني كتشوف المرايات والابواب الجانبية. اختاريت بيجامات وفساتين ودخلت باش نقيس. وهنا بدا الفيلم. طلقت شعري ولبست واحد الفستان وخرجت من باب الطوارئ. بقيت غير كنجري وخرج لي مازال دراني شوية. في 8 دقايق خرجت من المول وركبت اول طاكسي شتو وعطيته الملهى. ملهى نيرفانا. منين وصلنا نزلت كنجري وقلت للشافور يتسناني حتى يخلصوه الدراري، حيت ما عندي حتى ريال. دخلت للملهى والصوت ديالي كيترعد، وليد رشيد امين وسامي كاملين تخلعوا. حتى من فارس جا عندي وقال: شنو واقع؟ كنت مخطوفة، واحد المجرم حبسني وما خلانيش نخرج. فارس قرب وقال: شكون هو؟ سميتو عاصي، وهو ماشي انسان عادي، يمكن شي مافيوزي والله ما عرفت شنو داك الشي. الدراري بقاو ساكتين وكيشوفوا فيا. سامي قرب وقال: نرجس تهدني، هادشي كبير علينا، خاصنا نفكروا مزيان شنو نديرو. لا لا، ما يمكنش نرجع عنده، عفاكم، عاونوني عاونوني قبل ما يجي. في ديك اللحظة شفت رشيد مشى للقنت، جبد تليفونه وبدا كيدوي مع شي واحد. حسيت بشي حاجة بشكل ما من كيدوي، وعلاش من بعد. مشيت بشوية وقربت وكنت باغا نتأكد، ولكن الجواب جا لقدامي. باب الملهى تحل وبخطوات ثقيلة دخل عاصي. كان عارف باللي ما عندي فين نمشي من غير عند الدراري. كلشي تخلع حتى رشيد رجع خطوة اللور وعينيه في الأرض. وانا عرفت راسي انني رجعت للقفص قبل كاع ما نطير.
كنت كنشوف عاصي كيقرب، ولكن كنت كنقلب في عيون الفريق، كنت كنقلب على شوية الخوف عليا، ولا على شي يد تشدني وتقول لي ما تخافيش. ولكن ما لقيت والو، لقيت عيون مغمضة وكتاف طايحين، كلهم سكتوا، يعني كانوا عارفين كل شي من الأول وساكتين. عاصي قال بصوت واضح: قلت ليك مش عولي على حد، هادو كلهم ديالي من الأول. درت وجفت في رشيد وعيني مغرغرين. كنتو عارفين بالنهار الأول، وكنت كنعاود ليكم، كنضحك وكنت قاسم معاكم أسراري وحياتي، وانتوما كنتو كتعاودوها لعاصي. سامي قال بلا ما يشوف فيا: كان أمر، كنا خايفين منه، كان كذوب، كلكم خنتوني، كلكم. دموعي طاحت، ما بغيتهاش طيح، ولكن نزلت. عاصي ما قال والو، غير قرب ومد يدو. بقيت كنشوف في ديك اليد، وهزيت عيني فيه وانا كنبكي. خليته ماد يديه ومشيت للطوموبيل، ما عندي فين نهرب مازال. طلعت للطوموبيل وهو تبعني. كنت كنحلم بالحرية، ولكن الواقع علمني أن الثقة هي أول بوابة للخسارة. وهكا رجعت معاه بلا غوات وبلا مقاومة. كنت جالسة حدا السرجم، عيني كتشوف ولكن ما كتشوف والو، كلشي مضبب، كلشي ساكت، وما كنسمع والو، حتى من دموعي سالاو. ما بقيتش كنخاف من عاصي، ما بقيتش كنكرهو، كنت غير أنا، بنت وحيدة كانت كتيق وطاحت. هو لاحظ، شافني ما كنقول والو وما كندير والو، وبدل داك الوجه المتغطرس بوجه فيه إحساس الندم. دور وجهه ليا وقال: تاكلي شي حاجة؟ ما جاوبتوش، ما كنتش قادرة. وقف الطوموبيل وخرج، جا حدا الباب ديالي وحلو. كان كيهضر بحال باغي يراضي شي درية صغيرة. نرجس، اجي معايا، غير تاكلي شوية وديك الساعة ارتاحي في الدار. شفت فيه، والأول مرة ما شفتش مجرم، شفت راجل ما فاهمش اش دار، ولكن باغي يصلحو بطريقته. مشيت معاه، وهاد المرة ما كنتش خايفة منه. دخلنا كوموند أطباق متنوعة. ما عرفتش شنو كتبغي، ولكن جبت اللي كنظن غادي يعجبك. عاصي، واش ديما كنتي هكا؟ جاوبني بعد صمت. لا، من نهار شفتك وليت ماشي انا. ما كذبش عليكم، ولكن كيحرك فيا شي حاجه بهاد الهضره ديالو. وقلت ليه: حبستيني في بلاصه ما كنعرفهاش، وحرمتيني من الناس كنت كنعتبرهم اخوتي. الناس اللي خانوك ما كيستاهلوش حتى دمعه منك. في داك الغدا ما كناش كنهضروا بزاف، ولكن كانت دايزه شي حاجه بيناتنا، شي حاجه اللي بدلت لي احساسي جيت هاد خونا. انا كنت كناكل بهدوء وهو كيشوف فيا. جاتو غريبه بلي البنت اللي قدامه بقات، رغم كل شي بقات. كيفاش تعلمتي ترقصي بهاد الطريقه؟ جاوبت وانا كنقطع الخبز. في الميتم كنت وحيده، وكانت واحد التلفازه قديمه هي باش كنت توانسو. صافي بقيت كنتفرج في الهنود حتى تعلمت ندير بحالهم، وبهاد الطريقه كنت كنهرب من الواقع. كنتي غير كتهربي من الواقع، وهانتي دابا كتهربي مني. ابتسمت وهبطت عيني، ولكن جاوبته في خاطري وانا كنقول: يمكن هاد المره كنهرب لعندك. منين سالينا رجعنا للدار، مشيت نيشان للبيت. كنت باغا نرتاح من هاد الشي اللي وقع، وهو تبعني. كنت غادا وكنحس بخطوات ورايا. وصلت لباب الغرفه وهو مازال واقف ورايا. درت نشوف علاش تابعني، مع الدورة مع شفتو قريب مني. عينيه كانوا طافيين. قرب يدو وبصباحو هز خصلة من شعري. ما عرفت شنو كديري فيا هاد البنت، كتجيبي لي التمام بسكوتك. كنا واقفين عيني في عينو، هبط يدو بشوية حتى قاس شفايفي، ومشى وهو كيضحك. مشى وخلى قلبي كيضرب من هاد الحركة اللي دار. في الصباح فتحت عيني على ضو داخل من السرجم.
وحسيت بشي حاجة متغيرة في البيت. جلست وبقيت كنشوف، لقيت كراطن كبار والحوايج ديالي فيهم. جاب لي كلشي من الدار. وقفت وانا مصدومة. شفت عاصي داخل عندي وقال لي: ما عندك لاش تبكي على ديك الدار مازال، حوايجك وين جبتهم لك. بقيت كنشوف فيه. شحال من مرة دخلتي للدار؟ جاوبني وهو كيشوف فيا بنص عين. غير شوية ماشي بزاف. فيك الجوع ياك؟ انا نهبط نوجد الفطور. صدرني دغيا وهبط. وقفت حدا داك الكراطن وبقيت كنشوف شنو اللي جاب وشنو اللي خلى. ولقيتو جاب كل شيء من غير الفراش طبعا. هزيت واحد الدفتر ديالي، الدفتر اللي كان خوي فيه قلبي. حليتو نيشان في واحد الصفحة، نفس الورقة اللي كنت كنعمر قبل ما نتخطف. وما بين السطور لقيت واحد الخط صغير، وطبعا ماشي خطي، كانت مكتوبة فيه واحد الجملة: لم أقصد التورط، فقد كنت أراقب، لكنك خدعتني بنبضك، والآن لا مهرب. قلبي مشوجة، تخلطوا عليه الأحاسيس. ما عرفتش واش نفرح حيت واخيرا شي حد كيبغيني وكيهتم بيا، ولا نخاف منه حيت كان كيدخل للدار وانا ما حاساش بيه. رجعت خطوه للور وتصادحت مع شي حاجه قاصحه. هزيت عيني ولقيته واقف ورايا. عاصي، شحال من مره دخلتي عندي للدار؟ تقريبا كل ليله. والكاميرا كيفاش ما شداتكش؟ ابتسم وقال: انا اللي كنشوف الكاميرات، ماشي هي اللي كتشوفني. لحميت بورش عليا. وقفت وواجهته وعيني فيها سؤال واضح: واش كتقرب مني وانا ناعسة؟ هو سكت، رجع خطوة صغيرة للور وتم خارج. زيدي تفطري. الصمت ديالو كان جواب كافي باش نخاف وباش قلبي يزيد يتخربق. نزلت فطرت وما شفتوش مازال. يمكن خرج. غسلت دوك الماعن اللي كليت فيهم، كان غير طبسيل وكاس. ورجعت للبيت، بقيت كنتفرج شوية وانا نوض ندوش. من بعد مدة كنت جالسة قدام المراية وشعري مطلوق والما باقي كينقط منه من بعد الدوش. كنت غير ساهية وكنفكر في هادشي اللي وليت كنحس بيه. أتيت تحل الباب، كان عاصي. شكون يكون من غيره؟ كان لابس بيض كلاس، كل شي كحل من راسو حتى رجليه. شفت فيه من المراية وهو قرب، خدا المشطة من يدي ووقف ورايا وبدا كيمشط شعري. كان كيمشط ليا شعري بكل حنية. قال هو مازال كيسرح ليا شعري: نرجس، مش خافيش مني، انا براسي خايفه نجرحك اكثر من انتي خايفه نهجم عليك. هزيت راسي كنشوف فيه. علاش؟ علاش انا بالضبط؟ قرب حتى ولا النفس ديالو كيضرب في عنقي. حيت وانتي كترقصي كنتي كتجذبيني. ما حسيت براسي حتى بديت كنغير عليك. وانا اللي بدلت الفريق ديالك العام اللي فات وعطيتهم اوامر واضحه، حتى واحد ما يقرب ليها. كنت باغي نخبيك وما يشوفك حتى واحد، وصبرت غير باش ما نخلعكش ولا تكرهيني. فهاد اللحظه كان غير الصمت بيناتنا. حط لي المشطه في يدي وخرج ومشتوش مازال داك النهار. صباح جديد، خرجت من الغرفه. الجردة ديال الفيلا هي المتنفس اللي لقيت من بعد ما هبطت ليها البارح. جلست وجبت نفس الدفتر ديالي وبديت كنكتب كاع هادشي اللي وقع ليا. وفجأة سمعت صوت ورايا: مين كتكوني هنا؟ الفيلا كتكون فيها الحياة. ابتسمت بلا منظور، وليت كنبغي نكون حد عاصي، شي حاجة كتخربقني من الداخل وهو معايا. دخلنا نفطرو، جلس حدايا، حط الخبز والعصير، شوية زيت العود، الفرماج والبيض. كنت كناكل وكنحاول نتصرف بحال مكايناش. سولني بهدوء: نرجس، مالك شتك ما بقيتيش كدوي؟ عادي، اصلا هذه طبيعتي. ابتسم ليا ورجع كمل فطورو. فاش رجعت للغرفة لقيت تليفوني، لقيته مرمي على الطابلة، وهو من المفروض كان مودر، كان مشارجي وفيه مكالمات من دراري.
واش عسى رجعوا ليا؟ سمعت الباب كيتحل ودرت عنده وشافني هز التليفون، قال جملة وحدة: خدي راحتك ولكن ما تفكريش تبعدي. بديت كنحس بلي كل شي فيه غريب، ولكن الغريب انه مبقاش كيخلاني. اليوم انا اللي قررت نطيب، لبست كيمونو خفيف، جمعت شعري وبديت كنقطع البصله. عاصي سمع الحس في الكوزينه وجا وقف حدا الباب وما قال حتى كلمه. قلت ليه وانا كنشوف فيه: كتاكل الرفيسه؟ الا درتو نرجس نقدر ناكل حتى الحجر. كان كيبان فرحان، ما عمرني شفت فيه هاد الفرحه. فاش جلسنا ناكلو هو بقى كيشوف وكياكل وما قال والو. وليت انا اللي كنقول ليه: ماشي من عوايدك تسكت، ماشي من عوايدك تضحكي ليا، وهذا الشي مخليني مخربق. وقف وداز من ورا الكرسي وقرب حدايا وحط يدو على عنقي. حسيت بالنار دايزه من فوق جلدي. تحن عندي وقال: اليوم جيتي للكوزينه، نخاف غدا نلقاك في فراشة الزوينه. قال هاد الشي ومشى وخلاني حالة في فمي. جمعت المواعن ومشيت للجودة، بقيت كنسقي الورد. عاسك خرج لعندي وكان جايب معاه قهوة. تعقلي الوردة الحمراء اللي لقيتي قدام بابك؟ قلت ليه: اش من وردة، انا عاقله غير على الخلعه اللي جات معاها. قرب مني. الوردة كانت غير نداء ماشي تهديد. وإلا رجعتي للكاميرا راه خليت لك فيها رسالة. هزيت في عيني وفهمت باللي نيتو ما كانش يرعبني، كان باغي غير نعرفو. جلسنا حدا بعضياتنا وما هضرناش بزاف. نرجس، بغيت غير نفكرك اللي بيناتنا ما فيهش اوامر. اختاري اللي بغيتي في علاقتنا وخودي راحتك في دارك. ابتسمت ليه، وهاد المرة انا اللي خليته ودخلت. كنت غادا راجعه للبيت، داك البيت اللي كنت كنسميه سجن، ولاو رجليا كيتمشاو ليه بلا تفكير. ولكن قبل ما نحط رجلي في اول درجه شدني من يدي، درتو شتو واقف، عينيه عامرين بكلمه وحده: بغيتك. قبل ما نفكر شنو قصد لقيت شفايفو فوق شفايفي، الدم جرى في كل عظمه فيا. قلبي بغى يخرج وراسي بغى يهرب، وفعلا هربت. بعد ثواني كنت في بيتي، سديت الباب وسندت ظهري عليه. شنو درت يا نرجس؟ شنو درت يا نرجس؟ واش بصح بغيتيه ولا غير لحظه؟ صافي نساي اصلا هو اللي دار ماشي انا. تفو بوسه وحده خبقاتني. من بعد ما تهدنت بديت كنستف داكشي اللي جاب لي عاصي، داكشي اللي جاب من الدار. كنطوي الحوايج، كنقي الماريو وكنستف البرودويات، كانني باغا نحيدو من عقلي وما نفكرش فيه. ولكن المشكل كل شويه كنسها وكنقيس شفايفي وكنبدا نضحك كالحمقى. تفو تليفوني كان كيصوني مرة 2 10، كلهم النماري ديال الدراري، وطبعا ما غاديش نجاوب. خرجت من الدوش مور ديك الروينه اللي قاديت وشعري مازال كينقط، لابسه غير فوطه مربوطه على صدري والبخار مغطي المرايه، ولكن ماشي قد البخار اللي في قلبي. كنت كنقلب على بيجامه الناس بها، ما سمعتش الخطوات حتى لقيته واقف عند الباب. ما قال والو كيف ديما، ولكن عينو كانوا مشدودين عليا وشفايفو مجموعين. كان كيتنفس بحال هارب من شي حاجه او باغي يهاجمني. رجعت خطوه للور وهو زاد خطوه للقدام. عاصي ما جاوبش، عينو ما تحركاتش عليا. رجعت للور حتى ظهري لصق على الحيط والفوطه بدات كترخى. قرب حتى ولا قدامي، ما بينو وبينو غير انفاسي. رفع يدو ولكن ما لمسنيش، غير دوز صباعو قرب من وجهي كانه كيرسم هاد الفتنه. قرب ليا وهمس في ودني: هبطي لتحت، بغا نوريك شي حاجه. بقى قريب وصبحو دوزو على عنقي. انا ما قدرتش نهضر، ما قدرتش نتحرك. وفاش خرج بقيت واقفه في بلاصتي، ما عرفتش واش نمشي ولا نبقى. لبست بيجامه كحله خفيفه
نشفت شعري وجمعته. فاش نزلت كنت كنخمم في راسي وفي اللي وقع في الغرفة، والفوطة اللي كانت غادي تطيح حتى هي، وفي الريحة ديالو اللي طول الوقت وانا كنشمها. ولكن غير دخلت للصالون وتصدمت، لقيتهم وليد، رشيد، امين وسامي، فريق الرقص. سامي تقدم خطوة للقدام: نرجس، سمحي لينا، غلطنا ولكن ما تكعيش علينا، راكي اختنا. رشيد زاد: كنا خدامين مع عاصي، ولكن والله ما عمرنا بغيناك تأذي. امين قال هو مهبط راسو: كنا كنحميوك بطريقتنا، يمكن غلطنا، ولكن كنتي كتعني لينا شي حاجه كبيره. وقفت بلا ما نهضر، يعني في كل واحد منهم وذكرياتي كتمر بحال افلام سريعه. اللي كيحميك ما كيخبيش عليك، اللي كيبغيك ما كيخونكش. واش عارفين شنو درتو؟ وليد قال: عاصي كان عطانا امر ما نقربوش ليك بلا اذنه، كان كيخاف عليك وكان كيغار. ندخل عاصي من مورايا، كان غير واقف حدا الباب وعينيه كيدورو بيناتنا، وانا ما بقيتش عارفه واش نفرح حيتاش ندمو وبغاوني نرجع ليهم، ولا نبكي حيتاش غدروني، ولا نهرب كاع ونرجع للفوق، ولا نبقى. مبقيت فاهمه والو. بقاو كيهضروا، كل واحد فيهم كيسرد شنو وقع وكيفاش كانوا مضطرين يتبعوا اوامر عاصي، ولكن في كل لحظه كانوا كيبغيو يقربوا مني بلا ما يأذيوني. وليد قالوا هو كيحك راسو: نرجس، فاش كنا كنشوفوك كتريني معانا كنا كنحسو براسنا بشر، ماشي غير وحوش كيف ما كبرنا. رشيد كمل: واخا كنا تحت سلطة مافيوزي، كنتي انتي السلطة ديال قلبنا، تبدلنا بزاف بسبابك. سامي وهو كيدمع: كنتي امانة في وسطنا. انا ما قدرتش نتحمل، بكيت وبكيت وشديتهم واحد بواحد، عنقتهم وكأني باغا نمسح كل الحقد وكل الشك والرعب. سمحت ليكم، ولكن ما تخليونيش مرة أخرى. عنقتهم وأنا كنبكي، كنت كنشهق وكنغرق وسط الذكريات. سامحت وحسيت براسي خفافيت. طلقات رصاص كانوا قراب بزاف منا. رشيد جرني، وليد جبد امين تحت الطبله، وسامي تفضو، وانا قلبي كان غادي يوقف بالخلعه. عمرني سمعت صوت السلاح. ندخل عاصي بوجع، عمرني شتو كان معصب والسلاح في يدو. غوت وسط الظلام: اخر مره غادي نقولها، ما بغيت حتى واحد يقرب منها. سامي شعل الضو وقال: رحنا كنا قاطعوه هو معصب، كنتو كتقعسوها، كنتو كتشدو فيها وهي ديالي. وليد وقف وهز يديه: عاصي، كانت غير لحظة عاطفية صاحبي. عاصي مشى عنده وحط السلاح في صدره، واللي عنده لحظات عاطفية مع نرجس كيموت. فشفت السلاح موجه ليه، تحركت فيه شي حاجة. كنت معصبة ومخلوعة في نفس الوقت، كنت كنبكي ومعنقيني، وهو كان كيتشنج من الغيرة. مشيت حتى وقفت حدا عاصي، رغم أنني خايفة، رغم أنني مازال مصدومة من هاد الشي اللي شفت. واش انت بخير؟ ولا عقلك تصوت بالغيرة؟ جاي دير جريمة قدامي، الناس طلبوا السماحة وانت باغي تقتلهم. هانا قتلتيني، غير انا قتلتيني بخيبة الامل. ما توقعتش منك هاد الشي يا عاصي. دور وجهه البعيد وهو معصب. كنت كنشوف مزيج ديال الراجل معارفش يعبر وباغي يبين الحب بالبشاعة. قرب مني وقال: انا ما عمرني فكرت نشاركك، كان ديما عندي حل واحد، وهو نخبيك في قلبي وفي حياتي، نخبيك في دار ما يدخل لها حتى واحد. إلا ما كنتيش ديري بوحدي ما غتكوني لحتى شي حد، يا انا يا تا واحد ندخليها لراسك. رجعت خطوة والدموع بداو كيتجمعوا في عيني. هادشي ماشي حب، هادشي هوس. طلعت للفوق كنجري، ما كانتش عندي القوة باش نزيد نبقى حداه. سديت باب البيت وبكيت في صمت، وبديت كنجمع الافكار اللي كلها كانت كتوصلني لفكرة واحدة: خصني نهرب. ولكن كيفاش؟ الدراري بقاو واقفين، نصهم خايف والنص الاخر مدهوش، وواخا هكاك ما تسوقوش ليه. تبعوني وطمأنوا عليا، عاد خرجوا مشاو، وما بقى في الدار غير انا وياه.
سديت الباب وتلاحيت في السرير كنخمم، شكون عاصي؟ وشنو هو بالنسبة ليا؟ واش نقدر نكمل ولا خاصني نمشي؟ سمعت الباب كيتحل بشوية، هزيت راسي شوية من فوق المخدة وما قدرتش نتحرك. كان عاصي، هو اللي كان واقف وسط الظلام، غير الضوء ديال الكولوار هو اللي شاعل. تمشى بشوية حتى وقف حدا السرير، وهضرة وحدة خرجات من فمو: بكيتي بسباب ياك؟ ما جاوبتوش، كنت كنحاول نحبس دموعي باش ما يسمعنيش، ولكن زاد قرب: نرجس، خاصكي تعرفي كون ما كنتش باغيك ما كنتيش غادي تكوني هنا، وانا نقتل راسي 1000 مرة ومن اديكش انتي. انا عارفه واسي يمكن يخلعك، ولكن ماشي الخاطر. انا نرجس قرب حتى ولا قدامي، جلس على طرف السرير وبقى كيتامل ملامح وجهي. قد ليه بلا ما نشوف فيه. وعلاش بغيتيني؟ علاش انا من وسط العالم؟ انا غير راقصه، شنو اللي خلاك دير هادشي كامل؟ من اول نظره قلبي هديتو ليك، خليتيني نبغيك ومشتاق ليك، نفكر فيك ونهضر عليك. شغلتي قلبي وشغلتي تفكيري، وملي فكرت كيفاش نبوح ليك جلست قدامك ونسيت الكلام. مبقيتي ترقصي وانا نشوف فيك، مبقيتي ترقصي وانا نتامل فيك، والغيره كتاكل في قلبي من دوك اللي كيتفرجوا فيك. عرفتي دابا علاش انتي؟ قرب وجهه وبقى كيتمعن في عيوني، وجوابي خرج: الا كنتي كتظن الهوى حب راك غلط، وإلا كنتي باغي نكون ديالك راك خاصك تعرف الحب كيجي بالخاطر. الحب كيجي بالخاطر ماشي بالتملك. ولكن مبروك عليك، نبشرك، راك دخلتي لعقلي وليت كنفكر فيك. بقى ساكت وبلا ما يقول حتى شي كلمه. قرب من ودني وهمس ليا: فاش تبغي تعترفي انا غادي نكون هنا، ولكن فاش تبغي تهربي غادي نكون سابقك بخطوه. وقف ومشى وما خلى من وراه غير رائحه عطرو وبسمه في قلبي، بسمه اللي صعيب تمحى. نمشيو للنهار اللي من بعد. قربت 10 ديال الصباح والهوا كيدور في الغرفه. ما قدرتش نبقى في الفراش، وقفت ومشيت غسلت وجهي وسناني. مشيت لخزانتي وجبت ساري وردي، ساري اللي كانوا جابوه لي مع حوايجي. لبستو بحال شي طقوس وخليت شعري طايحه على كتافي. ما درتش ميكاب، خليت وجهي نقي عادي. وقفت وسط البيت وشغلت موسيقى هنديه. بدات رجلي كتحرك، يدي كيتمايلو، وخصري كيتناغم مع الايقاع. ايقاع كنعرفو بحال تنفسي. الدموع كانوا كيتسابقوا مع العرق، وكل حركه كانت فيها واحد نرجس ما كتعرفش تعبر، فعبرت بجسدها. ما كنتش كنرقص باش نفرج على راسي، ولكن كنت كنحارب باش نعيش. كل دورة وكل خطفة يد كانت رسالتي العاصي، العالم والهوس. وانا في هاد اللحظة كنت حرة ولو لدقائق. الايقاع بدا كيبطأ ورجلي ولات ثقيلة، ولكن قلبي باقي كيرقص في كل نبضة. صدري طالع نازل وعيني مسدودين. كنعيش وحدي في وسط عالم خيالي ما فيه لا عاصي لا خوف لا أسرار. ولكن فجأة الرؤية ظلامت والهواء تقال عليا، حسيت بنفس سخون قريب من ظهري. فتحت عيني وانا مخلوعة وباقي كنرقص، وما حسيتش حتى طلقت رجلي وطحت. قبل ما نوصل للأرض شي يدين شدوني بقوة وبخوف. فتحت عيني وكان هو عاصي. اللي في عينيه شفت الخوف. نرجس، نرجس، انت بخير؟ دوي قولي شي كلمة. من ايمتى وانت هنا؟ ما جاوبنيش. حضني عنده وقلبه كان كيضرب. مبقيت في حضنه، هزني بشوية باش نمشي نرتاح. ولكن فجأة صوت أنثوي طالع من التحت: عاصي، عاصي، فين مشيتي؟ شفنا في بعضياتنا وعيني كيقولوا حاجة وحدة:
شكون هادي؟ حسيت بيه تطير وشفت وجهه تبدل، عينيه غطاهم بالسواد ووجهه تزادت فيه الحدة. حطني على السرير بحال شي حاجة تمينة ومشى حتى للباب وهو يوقف. بقاي هنا، ما تحاوليش تهبطي. بقاي هنا، ما تحاوليش تهبطي. سد الباب وخرج، وبقى غير صوت خطواته نازلة بسرعة. كنت كنحاول نوقف ولكن رجلي خانوني، خايفة ولكن عقلي مشغول. شكون هاد المرأة؟ وشحال من مرة غادي تكون جات عنده؟ عقلي بقى خدام. مشيت للمراية وجات في راسي، كنت كنبان عيانة. أنا دابا في دار راجل، ممكن يكون كيمثل عليا، ولا يكون كيمثل عليها هي وأنا كنت الحقيقة. ولكن ماشي وقته، أنا خاصني نعرف وغادي نعرف وبأي وسيلة. فتحت الباب بشوية، قلبي كان كيضرب في ودني. نزلت للدروج بحذر، كل خطوة فيها تردد، ولكن عقلي ما بغاش يبقى في الجهل، كان لازم نعرف. وقفت الفوق في الدروج، شفت بنت واقفة معاه، هو اللي كان كيبان معصب من وجهه. صوت المرأة كان واضح. أنا ما يمكنش نكمل بهذا الشكل، عييت وانا كنقلب عليك وانت غير كتخبى وتهرب بحال ما عندكش مرا كتسناك. قلت ليك بلا ما تجي لهنا، ما بقى عندنا فاش نهضروا يا ريم. ريم؟ ريم ردات، مازال كتكذب على راسك. انا اللي كنت في كل مرحله من حياتك وانت. اوه، هي هذه الهنديه الصغيره اللي خدت عقلك، عارفه كل شيء. اوه، ماشي هذه الراقصه اللي تشهرت مؤخرا؟ مبقات كتطلعني وتهبطني وهي ترجع شعرها اللور. ما غاديش يدوم لك حبيبه. انا عارفه عاصي كيبغي يلعب، ولكن في الاخر كيرجع ليا. عاصي زاد تعصب، قرب منها وقال لها ما تقربيش منها، انا كنحضرك وكتعرفيني مزيان. كتعرفيني مزيان يا ريم، الا قلت سالينا يعني متعوديش تباني قدامي. تعصبت وما بقيتش قادره نسمع. رجعت وفتحت باب الغرفه، لبست بالزربه وخرجت من الباب الخلفي وخليت عاصي كيغوت على ريم. بغيت غير نختفي قبل ما نتهرس كتر، حتى اعترفت باحاسيسيجيته، عاد بان على حقيقته. كنت كنجري وما عارفاش فين. وقفت على طاكسي، كنت باغا غير نبعد وصافي، ولكن قبل ما نحط رجلي في الطوموبيل صوت طلق ناري دوا في الزنقة. كلشي جرى والطاكسي هرب وخلاني، وانا تشليت. جدوني يدين قوية، بين غادي يكون غير هو، عيني حمرين وانفاسو حار وكيغوت. علاش كنتي باغا تهربي؟ وليت عندك لعبة دابا ياك؟ انا دفعت وعينيا حمرين من البكا. انت اللي كتعتبرني لعبة، كتخليني نعيش وسط الهوس ديالك، وتجي دابا وحدة تشوفني بحال شي نزوة ياك؟ سير عندها، ياك انا غير نزوة وهي اللي كترجع لها في الاخر. شدني من دراعي بقوة. نرجس ما كاين والو، يمكن حتى وحده غتجي من بعدك. بغات تلعب خليها تلعب مع الموت، اما انتي فانتي الموت ديالي وما بغيتش نخسرك. عنقت وانا كنبكي. وسط هاد اللحظة جات الطوموبيل ووقفت حدانا. صوت ريم خرج منها، ما باغيش تبعد منها ياك؟ كلشي وقع في ثواني. عاصا دفعني وطلقها في بلاصتي، رصاصة في الكتف خرجت من الجنب. انا طحت في الارض وهو تبعني بالدب. عينيه بقاو مفتوحين ولكن الصوت ديالو مبقاش. ريم شافت الدم وتخلعات، ديمارات بالطوموبيل وهربات. ايوا يا البنات، هذا جعدي عليكم، عييت من نسجل. تخيلوا 44 دقيقة وكلها صداع من المايك. عرفتي حقدت والله، راه قديت منه شوية وهو نيت اللي سمعتو دابا مخرجش. مازال شحال وانا نصفي في الصوت غير باش يولي هكا، راه فرق كبير والله. ايوا وهاني كنعاود نسجل على وعدي وسعدي. ايوا واش غدير؟ وانتيش كتسناي؟ علاش ما درتيش لايك اختي؟ ديري لايك وديري ابوني وديري هاد غيا باش نكملو. نحبس من الحموضه ياك؟ صافي يلا نكملو. حضنتو والدم كيسخن يدي وكنغوت. شاف فيا وابتسم.
ما تبقايش تبكي، بغيتك تبقاي معايا. عاصي في حضني وأنا كنبكي وكنطلب من الله يبقى. الصوت ديال السيارات بدا كيقرب، وصوت خطوات كيجريو من بعيد. الكارد اللي جاو بوجوه مرعوبة جبدوه من حضني وهو باقي شاد يدي. واحد من لي كارد قال لي هو كيساعدني نوقف. خاصنا نديوه دابا، وانت خاصك تجي معانا. ركبت معاهم وعينيا مازال عليه، كان باقي حي ولكن كينزف. وصلنا للمستشفى وجراو بيه وشدوني باش ما نتبعهمش. نختصروا شويه الدراما ديال السبيطارات. عاصي كان مازال ناعس، وجهه شاحب. كنت جالسه حداه وكنعاود ليه على حياتي وبلي وليت كنبغيه. وفجأة يديه تحركات، فتح عينيه شويه وشاف دمعة صغيرة خرجت من عينيه. عاصي، أنا هنا، رجعت ليك وغادي نبقى معاك. حاول يهدر، كنت كنسمعك، كنت كنبكي بلا دموع. حسيت بكل كلمة قلتيها. ما قدرتش نجاوب، غير قربت منه وحطيت جبهتي على جبينه. إلا كتب لينا نكملو، غادي نكملو، بلا هروب وبلا ماضي، غير أنا وياك في الحاضر. رجعنا للدار من بعد. دخلت للصالون لقيتو جالس وكيشرب الماء وكتفو مربوط. مشيت عنده وجلست حداه، خديت لي كاس من يدو، شربت منه وحطيته وقلت ليه دابا جا وقتي باش نرد لك شويه من داكشي اللي عطيتيني. بدا كيضحك وقال بلا ما ديري فيها راسك في رمليه، هاد الصدقه غير قاتلاني. قلت ليه وانا كنضحك ايه شطب، انا ماشي في رمليه، انا نرجس، ونرجس كتخدم غير في حالات الطوارئ، وانت اخطر حاله دخلت لقلبي. جبت ليه الماكله وعاونته ياكل، مسحت ليه فمو بيدي. كان غير ساكت وكيشوف فيا بحال شي طفل ما صدقش اللي كيعيشو. ومن بعد قلت ليه الا احتاجيتي شي حاجه عيط ليا. وصافي مشيت للبيت وخليته يرتاح. في الليل لما الطباخ عمر بريحة الماكلة، كنت كنطيب العشاء، سمعت خطوات بطيئة جاية. ندخل بلاصتو ووقف حدايا كيف ديما، مكيديرش الحس. دايرة شي ريحة ولا غير ريحة كادي، ما عرفتش. شوف انت. قرب ووقف ورايا، وحسيت بصدرو كيلامس ظهري ونفسو كيهبط على رقبتي. ما قدرتش نتحرك، بقيت ساكتة وهو يهمس. كنت كنخاف نقرب ليك، كنخاف نحرقك. اه، ولكن صدقتي انت هي النار وانا اللي كنتحرق. قرب كتار وحط جبينو على جبيني. ما بقيتش كنقدر نخبيك، وطبع قوبلة على جبيني. بقيت في حضنو ساكتة. حسيت بالامان اللي ما عمرني حسيت بيه مع شي حد. رجعت نكمل العشاء وهو مازال حدايا وكيلعب بشعري. جلسنا في الطابلة، هو كيحاول ياكل بيدو وحده، ومرة انا كنعاونو. نرجس، كنظن جا الوقت باش نقول لك كل شيء عليا وعلى كي كنت، وحتى علاش انا دابا معاك. بقيت كنشوف فيه، مع غير الحقيقه ما بغيت نسمع والو. نقول لي كل شيء عليك واخا ما عجبنيش، غير ما تخبيش عليا. ابتسم شويه وقال خليني ناكل العشاء ونقول لك كل شيء. نبغي نعاود لك وانت مرتاحه، وحتى انا نكون قريب منك. باش نختصر، كلينا وجمعت المواعن وجلسنا بجوج. عاصي بدا كيعاود. كنت صغير وما كنتش كنفهم شنو معنى الامان. الوالد مات وانا باقي صغير. امي للاسف ما قدرتش تصبر وتخلات عليا، وتربيت في الميتم. ومن بعد هربت للزنقه، وفي الزنقه هي كتصيد هي كتولي فريسه. دخلت المافيا وانا باقي في سن المراهقه. كنت كنخدم عند البروفيسور، واحد الراجل كبرني وعلمني شنو هي القسوه وشنو هي السيطره وشنو كيعني تضحي بصحابك باش انت تعيش. وقفت، طحت وتجرحت، خسرت بزاف وربحت كتر. ولكن فاش ربحت خسرت قلبي. كان كيسكت لحظة، كيشرب الماء وكيرجع يشوف في عينيها. حتى شفتك كنتي كتحرك بحال شي فراشة، وكل شي فيك، من شعرك لخطواتك لنظرة عينيك، كان كيقول لي
بحال انا جيت باش نداويك، ولكن انا ما كنتش مستعد للدواء. نرجس قربات ليه وحطات يديها على يدو. حاولت نبعد، راقبتك وحميتك من بعيد، حركت الناس اللي خدامين معايا غير باش يقربوا ليك، ولكن بلا ما يأذيوك. حتى جا النهار اللي شديتك فيه، مشيت بعيد وكنت غادي نغلط، ولكن انا نرجس قسما بالله فهاد اللحظة وانتي معايا بغيتك غير تكوني معايا. انا مفيوزي، العاصي اللي كيهز السلاح بلا تردد، ولكن معاك كنحس براسي راجل بغا غير يحط راسو على شي كتف. نرجس ابتسمت ليه ومن بعد عقدت حواجبها. وهاد السؤال مازال في عقلي. كنت اعترفتي باللي تدخل عندي للدار، كي درتي حتى دخلتي، واخا ندير كاميرات عمرني شتك دخلتي. عاصي دار شاف فيا، ما تقلقيش مني. لا، غير قول. داك الموبل ديالي وانا اللي مصممو خصيصا ليا باش نقدر نهرب منه الا كنت في خطر. دابا دوك الديور ديالك، ولكن بلاتي علاش فاش كرا قلتو ليا بلي ديك الدار بوحدها اللي خاويه، وانا بقيت شهور ما جات حتى حد ساكن، حتى من بعد عاد تكراو. انا جاي لك الهضره. الدار اللي سكنتي فيها انت بالضبط، هذيك هي اللي كنت ساكن فيها. واللي ما عارفاش انت هو الممر السري. كان واحد الباب مخفي في البلاكار ديال الكوزينه، من تما كنت كندخل. شفت فيها وانا عاقده حجباني كتدخل لدار وحده بلا ما تعرف. ماشي حشومه عليك، شنو كنتي كدير تما؟ وصافي بلا ما تقلقي، عمرني لمستك ولا قربت منك وانتي ناعسه. كنت كنشوفك كنطمئن انك بخير وكنمشي بحالي. ودي وجهك قاصح، كنتي كتراقبني وخطفتيني وبغيتيني نبغيك من الفوق. كتحشمش نرجس، وصافي ما تكعيش عليا. بغيتك تكوني اول وحده كنشاركها كلشي، وهذا هو السبب اللي خلاني نعترف لك بكلشي اليوم. بغيت نبدا معاك وما يبقى بيني وبينك حتى باب مسدود. واخا، ولكن وعدني ما تخبي عليا والو مازال. عاصي شد يديها وبعثها. وعد نرجس. بقى ساكت كيفكر وقال: نرجس، كاينه واحد الحاجه اللي باقا ما قلتهاش ليك. تعقل لي فاش جا عندك فارس على قبل العرض الكبير ديال فيينا؟ عقلت. قال لي بلي كاين مشروع كبير وغادي يجيبوا شخصيات مهمه وقيله، وكان غادي يكون في اوتيل كبير على برا. ولكن ما فهمتش علاش كتسول دابا. عاصي جبد الظرف كان مخبيه حداه. هادو الوراق اللي وقعتيهم ما كانوش غير ديال العرض، كان فيه حتى عقد زواجنا. ناجي بقات غير كتشوف فيه مصدومه، يديها كترجف. شنو شنو كتقول عاصي؟ زواج؟ يعني انا دابا مرتك؟ عاصي شد ليها يديها. اه، عارف راسي غلطت، ولكن ما كانش عندي نيه نغدرك. بغيت نربطك بيه باقرب طريقه، وخفت تفهميني غلط. خفت ما تبغينيش وتبعديني عليك. علاش عاصي؟ علاش ما قلتيهاش ليا؟ علاش اختاريتي ديرها بهاد الطريقه؟ علاش ما طلبنيش بكرامه؟ كون جيتي من طريق صحيحه كنت غادي نقبل بك من الاول. عاصي هبط راسو. اسمحي ليا، هادشي كامل درتو غير حيتاش كنبغيك. مقدرتش نقاوم الخوف من نخسرك شي نهار. كنت خايف تبغي شي واحد ولا تمشي تزوجي بشي واحد غيري. كنت كنشوف فيه وجريتي يدي من بين يدو بشويه وبحثت من تما. عاصي اللي عرف راسو زبالها، بقى غير واقف نتبع ليها العين. كان غير صوت خطوات نرجس وهي طالعه. هي اللي مشات مباشره لبيتها وسدات الباب. نرجس كانت غاده جايه في البيت وكانت معصبه وكتمسح دموعها. ما فاتوش 5 دقايق حتى الباب تفتح بشويه. من وجهه كانت باينه فيه الندامه. نرجس، هي ما جاوباتش. شافت فيه ومشات للسرير، شدات مخدة ودورت وجهها للحيط. عاصي دخل عندها. سمحي ليا، كنت كنظن باللي الا تزوجتي بيا غادي نضمن انك تبقاي في حياتي، ولكن ما فكرتش باللي هذا الربط يقدر يجرحك.
أنا كنعترف بلي كنت أناني وفكرت غير في راسي. نرجس اللي شافت فيه، كنت غير تقولها بعدا، كنت نسمعك نفهمك، يمكن قاع نرضى، ولكن ماشي بهاد الطريقة عاصي. عاصي جلس على ركابي وشد يديها. كنعترف بلي فكرت غير في راسي، ولكن سمحي ليا، كما قلت ليك انا غير ما بغيتش نخسرك. هاد الهضره قاصحه عليا، ولكن الا بغيتي اطلاق غادي نطلقك. محتاجه وقت عاصي، خليني نفكر. عافاك ما تهوريش، انا مستعد نبدا من جديد، وديك الساعه غادي نطلب يديك بكل حب وقدام الله وقدامك وقدام اي واحد بغيتي. بقيت كنشوف فيه كان كاعي وساكت ومهبط راسو الارض بحال شي طفل دار الغلط وما عرفش كيفاش يصلحو، ولكن كيتسنى سماعها. انا دايخه، كلمة الزواج ضراتني، ماشي حيت ما كنبغيهش، ولكن تمنيت تقالها ليا، ماشي وانا في دار غفلون. كنت كنفكر نفس التفكير اللي كيبقى يتعاود كل مرة. واش نمشي، واش نقول ليه يطلقني ورا نهرب ونغبر بمرة. ما عرفتش شنو ندير، ولكن كل مرة كنرجع لعينيه كنفكر انا شكون عندي في هاد الدنيا. لا ام، لا اب، لا دار، لا صحاب، لا شي كتاف نحط عليه الراس. غير هو. اه، خدعني، ولكن في نفس الوقت هو بوحدو اللي حضرني في ضعفي، هو بوحدو اللي شاف الوجع اللي ما بغيت حتى واحد يشوفه. هزيت يدي وانا مترددة ومسحت ليه على شعره، وهو رفع عينيه. كان خايف يتسول، خايف يفرح، خايف يتحرك. انا ما عطيتوش فرصة يهضر. مديت يدي وعنقته، ما قلت والو وما شرحت والو، ولكن حضني قال كل شيء. فهاد الليلة نعسنا في بيت وحدة، ما قلت والو على الموضوع، كنت غير نعسة في حضنه، وحتى هو نفسه ما عاودش سولني. في الصباح فتحت عيني وكان النور داخل من السرجم بواحد الرقة، بحال إلا حتى الشمس بغات تصبح علينا بلا دعوة. كنت حاسة بدفء جسمه، شفت جنبي ولقيتو مازال ناعس حدايا، ملامحو ساكنة بحال شي طفل صغير، وهو اللي كان داير روينة في راسي. بقيت غير كنشوف فيه وقلبي كيضرب وما فهمتش كيفاش. رغم كل شيء بغيت نفيق كل صباح، وهو أول حاجة كنشوف. قربت وطبعت بوسة خفيفة في طرف شفايفو، لكن قبل ما نرجع بلاصتي صوتو قفزني. كان حماق عليك. غطيت وجهي بالغطا وانا حشمانة. من ايمتى وانت فايق؟ من اول نفس درتي هاد الصباح. شدني من خصري وقربني عنده. لحظات حسيت فيهم بانني في بلاصتي، في حضن الامان، ووسط قلب خسارك ومازال كيعاند الدنيا باش يبقى حداك. العينين تشابكوا والانفاس تشابكوا والقلوب سالاو الجدال، وانتوما كملوا من دماغكم. خليتو يكمل قصتنا بلمسة وبقبلة. جاتني الضحكة، والله جاتني الضحكة. خليته يكمل قصتنا بلمسة وبقبلة وبصمت فيه ألف اعتراف. فقت المرة الثانية ولقيتها 12، كنت حاطة راسي على صدره وكنسمع دقات قلبه. جلدي باقي حاس بلمساته، وعيني ما بغاياش تحبس من نظر لملامحه. أجسادنا قالوا كل شيء، قالوا الحب، الاشتياق، الأمان، حتى الغضب والضعف. دوزنا أيام زوينة أنا وعاصي، كنت كنبني حياتي الجديدة مع راجلي. أما ريم اللي كانت كتظن بلي تقدر تفرقنا، نسات بلي الكرد ديال عاصي ما كيرحموش. شدوها وشبعوها عصا، بطبيعة الحال بأمرين من زوجي. هم، زعما ماشي أنا اللي حرشته. صافي ديروا راسكم ما عارفينش. عاصي من بعد كلشي جا عندي، وهو لابس نفس اللبسة اللي شفتو بيها أول مرة. تعقلوا فاش شفتو تصعدت فيه؟ إيوا هي هاديك. كان جاي وكيضحك. بغيت نطلب يديك، ولكن هاد المرة قدام الناس وقدام الله ما قدرتش نجاوب. انا ضحكت وعيني عمرو دموع الفرح. واخا انا مزوجه بيه، ولكن ما حشت هاد الاحساس من قبل. دار لي عرس مغربي بكل ما تحمله الكلمه،
الدراري كاملين حضروا، رشيد ووليد سامي وامين، كلشي كان كيضحك وفرحان. عاصي جاب حتى معارفو من بعيد وحتى مافيوزيين، لكن داك النهار كلشي كان عائلة وحدة. ما كانش باغي يحسسني بالنقص من الضياف القلال. لبست كشيطة حمراء وغصية، ولكن أكثر إطلالة عجبتني هي ديالي أنا وياه. فاش لبست كشيطة كحلة وهو كوستيم كحل، وسط الزغاريت والنظرات كنت غير أنا وهو. ودابا كنفيق كل صباح فراشي وكنلقى راسي حدايا وكنقول حتى أنا نستاهل هاد الحب، ما بقيتش بوحدي في الدنيا. وهكا سالت حكاية نرجس وعاصي، قصة بدات بالرقص والخطف وسالات بحب صادق وفرحة ما كتنساش. الحب انتصر والقلوب المكسورة تلاقات ببعضها، وبقات نرجس كتعيش حياتها مع راجل اختارها بكل تفاصيلها حتى في جنونها. وإلا كنتي من الناس اللي عجبتهم القصة بقاي معايا، هاد الحكايات الجايين مختلفين تماما. اجل عندي واحد الدفتر كنبقى نكتب فيه، ممكن نغسل الماعن ولا كندير اي حاجه تقطح لي شي فكره كنمشي كنجري حتى كنكتب فيها. كومونتير تقولي لي صاحبتي كي جاتك القصه سميتك مسمومه مالك تقراها، دير كومونتير ما ياخذ لك حتى دقيقه. ديري كومونتير، ديري لايك، وديري اشتراك. دعمونا صاحبتي دعمونا. بغيتي فيا لعكز راه فيا لعكز من عندي الابداع، راه كنعكز. يلا حيدي تهلاو في راسكم البنات، نديوها في قرايتكم. الله يسهل عليكم، نتلاقاو قريب ان شاء الله.